التي اضطرت للرد عليهم، وكان المشهد المأساوي الذي شاهده الجميع على شاشات التلفزيون. وبرضه بؤكد لحضرتك ان رجال الامن رغم ان هم ما كانوش زي ما حضرتك تفضلت قلت في المدرجات، لكن اضطروا ان هم يطلعوا المدرجات وفصلوا تمام بين الجماهير. وكان موقف رائع من مراقب المباراه محمد سكر والكابتن محمود عاشور حكم المباراه انه اصر وبدا الشوط الثاني على الفور. بمجرد بدء انطلاق الشوط الثاني يا كابتن هدأت المدرجات تماما وكأن شيء لم يحدث، الى ان احرز الاسماعيلي هدف التعادل. في هذه اللحظات اشتعلت الهتافات مره اخرى، هتافات وخروج عن النص في كل الاتجاهات دون مبرر من جماهير الاسماعيلي. انت يعني شجع فرقتك وقول اللي انت عاوزه، لكن دون التعرض للانديه الاخرى. ده كان هو السبب الرئيسي، او يبدو ان هم كانوا جايين متحفزين لهذا الامر. فوجئوا باداء لاعبي المقاولون الرائع والهزيمه الثقيله لنجوم الدراويش، ولكن عقب انتهاء المباراه زي ما قلت لحضرتك الامر عدى بهدوء الحمد لله. بعض خروج عن النص من بعض الاشخاص تم التمكن تماما من جهه رجال الشرطه. كابتن شوبير بعيد عن الاحداث، احب ان انوه لحضرتك ان محمد روراوة رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم كان متواجد النهارده في استاد المقاولون العرب، وفوجئنا كان في اجتماع خاص مع المستشار اسامه الصعيدي عضو مجلس اداره نادي المقاولون والمشرف العام على الكوره. تم يعني حاولنا ان نتكلم معاه نعرف اسباب الزياره، الا انه رفض بشده وقال ان انا جاي في زياره خاصه، ولكن علمنا من مصادرنا الخاصه انه كان جاي يتفقد ملاعب المقاولون العرب وفندق المقاولون والمطاعم، وقام بجوله بالفعل داخل الفندق والمطاعم، لان هناك نيه ان يستضيف المقاولون العرب معسكر المنتخب الاولمبي الجزائري الذي يستعد للحضور للقاهره للمشاركه في تصفيات المؤهله للاولمبيات القادمه ان شاء الله. مدحت سيد اشكرك شكرا جزيلا. ما زلنا الصوره تغني عن اي تعليق. اتحاد متخاذل ضعيف. الاسبوع الماضي حدثت بعض الخروجات في استاد الاسماعيليه. المفاجاه كانت العقوبات ضد الاهلي ضد الزمالك، لا توجد عقوبات ضد الاسماعيليه بدعوى ان ده كاس السنه اللي فاتت مش كاس السنه دي، وبالتالي زادت الاحداث. شايف حضرتك انه انتفاضه الحجاره موجوده بسم الله ما شاء الله في المدرجات. المفروض دلوقتي انا اقول حلوين وطعمين ومعلش والقله القليله والقله المندسه. محمد روراوة عضو المكتب التنفيذي الاتحاد الدولي كان موجود، بالتاكيد عنده الصوره دي. ادي رجل الامن الغلبان يعني بيقول له معلش عشان خاطري الله يخليك، وده واخد خوذه باين ولا درع، وده راجل قلع لانه عنده معركه تحرير الحقيقه، ربنا يكون في عونه. يعني الحقيقه والضرب بقى من هنا ومن هنا، ومعركه ساخنه حمايه الوطيس. الجنازه حاره. انا مش عارف حاجه، انا مش فاهم هم عاوزين ايه. اول حاجه الغلطات كتير. اتحاد الكوره زي ما انت قلت على طول العقوبات، اي تحس ان هم بيدوروا على سبب عشان ما يدوش عقوبات. نعم. انت بتقول انا بدي اللائحه السنه الجديده، طب ما انت لاعب الكاس بالقوائم الجديده. نعم. اشمعنى ما جيتش قبل دور ال 16 وقلت انا هطبق اللوائح الجديده بدل على الكل؟ خلاص ما حدش هيقول لا. نعم. تقول قبل الدور قبل الكاس يا جماعه انا هطبق اللوائح كذا كذا كذا. طبيعي، ده امير سعود كان بيلعب مع الاهلي من 4 ايام. امير سعود لعب من 20 يوم مع الاهلي في الكاس ده، وبيلعب مع الاسماعيلي الماتش اللي فات والماتش ده، وحصلت مع سيد حمدي في بتروجيت. بص رجال الامن اللي بيصابوا، بص، وفي واحد قبليه اتخبط في دماغه واتشال. يعني الحقيقه الصوره دلوقتي بص. يعني لجنه المسابقات لازم تفكر انها تبقى في ردع، مش انها تهرب من العقوبه. خلينا ابارك للكابتن محمد رضوان المدير الفني للمقاولون العرب. كابتن رضوان الف مبروك. كابتن رضوان الله يبارك فيك كابتن شوبير، وبالمسا على كابتن مرزوق وكابتن وليد. اهلا بيك كابتن رضوان. الحقيقه يعني اداء رائع، وسيبك من الاحداث المؤسفه اللي في المدرجات.